بانشراح الصدر حتى لو ظروفك على قدك. يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هذا الأمر؟ من قام رمضان إيمانا، هو ده المطلوب. إنك أنت من صام رمضان إيمانا، هو ده المطلوب. إنك أنت تصوم رمضان إيمانا لله عز وجل وتصديقا بالله عز وجل فيما افترض وعما نهى. ولما تصوم رمضان لازم تصوم على هذه القاعدة: اتق الله عز وجل في الصيام، لأن الصيام ليس الامتناع عن الطعام والشراب، وكلنا نعلم هذا. لكن الصيام الحقيقي أي أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب، بس لابد أن تمتنع عن الثرثرة، عن الغيبة. يعني ما ينفعش تبقى صايم وتغتاب في الناس وتقول احنا ما بنغتابش حد. انت بتغتاب لما تذكر الناس في السوق بتغتابهم. ما ينفعش تكون صايم وتبقى نمام. ما ينفعش تكون صايم وتكذب. ما ينفعش تكون صايم ويبقى خلايقك ضايقه واللي يكلمك عايز تمسك في كتاب وانت بتشوف في الشارع في رمضان. كأن ربنا بيأمرنا بشيء واحنا عايزين نأتي بالعكس على طول. يعني أكثر المشاكل واللي انت بتشوف في الشارع: يا عم انت بتعمل كده ليه؟ ولا انا صايم ومتضايق. احنا كده بنضحك على نفسنا، خلي بالك. ولا عارفين نصوم ولا عارفين نصلي والله العظيم زي ما بكلمك. احنا كده بنضحك على نفسنا. يعني لما حضرتك تطلع من المسجد وانت صايم وواحده معديه تجيبها من اولها لاخرها، طب ده صيام ايه؟ طب انت صايم وتطلع من المسجد في سيره فلان وعلان، طب ده صيام ايه؟ وانت صايم وبتكذب، وانت صايم وبترتشي، وانت صايم ومخالف تماما لما امرك الله عز وجل، ده صيام ايه؟ يبقى انت كده راجل بتتعب وانك انت ما بتاكلش وما بتشربش، وده مش عايز ربنا على فكره منك. اللي عايزه ربنا منك ارقى واسمى من هذا. عايزك تكون انسان تعرف تتعامل مع الناس بما شرعه الله عز وجل لك. يعني لما تكون واحد في المجتمع وانت صايم لابد انك انت تخرج احسن ما امرك به الله عز وجل في الصيام. يا اخي ده انت عندك جل الناس في البدايات دخلت الاسلام عن طريق ايه؟ عن طريق الخطب والدروس فقط والكتب فقط ابدا. انما دخلت الى دين الله عز وجل عن طريق الاثر المترتب على عباداتهم. يعني اذا صاموا ورآهم الناس وهم في الصيام رأوا ايه؟ رأوا خير الناس، رأوهم احسن الناس. لما اشوفك وانت صايم اشوفك احسن الناس، ولما اتعامل معاك وانت صايم اتعامل كاني بتعامل مع بشر من الطراز الاول، لا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا تاجر غشاش ولا موظف بيذل الناس ولا صاحب سلطان ولا جاه يظلمهم، انما بتعامل مع انسان فعلا طبق هذه الاشياء في قلبه فرفعه الله عز وجل به. علشان كده الناس التانيين دخلوا الاسلام منين؟ من هذه الاشياء. دخلوا الانسان